من الممكن أن نعمل شيء، من الممكن أن تقدم المنتخبات العربية في المحافل الدولية الشيء الكثير، وأن تقارع الكبار، وأن تصل إلى أبعد نقطة، وأن تقدم نفسها بشكل جيد من أمام أكبر المنتخبات العالمية. كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في الوصول إلى كأس العالم. كل التوفيق لسفيان مرابط. دعواتك بإذن الله مستجابة يا سفيان، دعواتك ودعوات كل المغاربة مستجابة بإذن الله تعالى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه التصفيات للوصول إلى كأس العالم. نعلم أن 9 مجموعات هنا في أفريقيا، 9 منتخبات سوف تكون في التظاهرة العالمية في 2026 بإذن الله تعالى. بسم الله صافرة البداية لهذا اللقاء. تقبلوا تحيتي محدثكم خالد المديفر في الوصف. إذا ننتظر لأي مفاجأة. الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، عرضية ممتازة، التقدم لكن الخطأ. نعم ضربة الجزاء. الله على البداية، يا لها من بداية جميلة جدا، يا لها من ليلة مبشرة، يا لها من أشرف حكيمي. 2 في الجهة اليمنى وفي الجهة اليمنى. هنا الكرة ملعوبة في أول من أمام زيون كواو. أشرف حكيمي، أشرف يسدد بعيدة جدا من أشرف حكيمي، لكن الكرة إلى خارج الملعب. معليش يا شباب، معليش يا شباب، يعني البداية مبشرة بخير. ضربة الجزاء الأولى من أشرف كاندا إلى جانب إبراهيم حماد في خط الدفاع وحاجي التنزاني، وهذا ما يعطي أن عادل عمروش يسير بالاتجاه الصحيح. هنا الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، والكرة تصل الكرة من جديد إلى سفيان مرابط. ما زالت الكرة حائرة بين الرؤوس، لكن يكسب من خلالها سايس 20 هدف ذلك اللاعب الفذ. هنا الكرة عند حكيم زياش في عرضية حكيم، لكن الكرة عدى صاحب القميص رقم 10 الذي لا يتواجد في التشكيل الأساسي، هو حاضر إلى جانب عادل عمروش. ربما منتخب عند نوفاتوس اللاعب شختار الأوكراني خلف الكرة، يلعب الكرة القوية، لكن لصالح المنتخب التنزاني. تأتي الكرة لكن التغطية. برافو أمين، برافو أمين، يا سلام. الكرة مقطوعة من أمين، مقطوع الكرة في اللقطة الماضية. الخطأ الآخر أيضا حاضر. هناك حماس كبير عند لاعبي المنتخب التنزاني. ربما تكون أيضا مرة أخرى من نوفاتوس. عرضية نوفاتوس سهلة هذه المرة بلمسة إلى حكيم زياش، والمهارة زياش والتقدم زياش والعرضية. يوسف نصير بالرأس، لكن الكرة إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. حلوة الكرة، حلوة اللقطة الماضية، جميلة جدا كانت اللقطة الماضية من حكيم زياش. إذا عاد حكيم زياش إلى الجناح، إذا عاد إلى هذه الجهة فانتهت الآن. تقدم أداء جيد، لكن الكرة مقطوعة من سفيان مرابط. تصويبة قوية، لكن ثاني من جديد الكرة عند حكيم زياش. يطلب الكرة حكيم زياش، يرسل الكرة الطويلة للأمام، لكن الكرة نايف أكرد إلى حكيم زياش الذي يأتي إلى عمق الملعب. حكيم بتصويبة قوية. الله الله يا حكيم، في أول كرة يسددها حكيم زياش يأتي بالهدف الأول. يا سلام يا سلام يا سلام على أسود الأطلس، قوية جدا، صعبة عليك، عابرة للقارات، عابرة للقارات، كرة قوية جدا. بإذن الله تكون انطلاقة المنتخب المغربي لقارة أمريكا من خلال هذه الكرة وهذه البداية القوية. يا سلام يا سلام يا سلام. حكيم زياش الذي أتى لوسط الميدان ليسجل من خلال الكرة والقذيفة القوية التي كانت من خارج منطقة الجزاء، ليسجل معها أول أهداف المنتخب المغربي. إذن حل التصويب وحل التسديد من الحلول المهمة للمنتخب المغربي أتى بها حكيم زياش. ويبدو أن التوجيهات التي قالت لحكيم زياش أن يأتي إلى منتصف الملعب ويجرب نفسه ويصوب ويسدد، سجل من خلالها بكرة قوية جدا لا تصد ولا ترد أول أهداف المنتخب المغربي. إذا المنتخب المغربي قبل مضي نصف الساعة الأولى. هنا الانطلاقة لصالح المنتخب المغربي عند حكيم زياش. الله بالراس، ذكية، والكرة والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، لكن يبدو أنه يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية. نعم يلغى الهدف الثاني في اللقطة الماضية لصالح، يطالب أمين عدلي بالفار. شوف اللقطة الماضية، حاجي على الجهة اليمنى في انطلاقة للمنتخب التنزاني. الخطورة في العرضيات، لكن رامون أو المنتخب المغربي من خلال الكرة الثابتة. أشرف حكيمي ربما يتركها إلى زياش. حكيم هي خطيرة، لكن الكرة عدت إلى
للمنتخب التونسي. هنا الانطلاقة لصالح تنزانيا، تعدية الكرة لكن الكرة من أشرف حكيمي. يا سلام يا سلام، هي خطيرة، هي خطيرة للمنتخب، هي خطيرة للجول، لكن الكرة العرضية أرض ليبيا بهدف مقابل هدف. وتوكو تعادل أيضا سلبي من أمام السنغال. هنا عرضية لكن ياسين نوفاتوس، هي خطيرة لتنزانيا، هي خطيرة لتنزانيا، هي خطيرة للجول، لكن التصويبة والكرش على الجهة اليسرى. يلعب الكرة العرضية حكيم زياش، لكن الكرة على طريقة لاعبي كرة الطائرة يشتتها لاعب حكيم زياش. حكيم في آخر اللقطات، في آخر كرات شوط المباراة الأول، لكن باليمنى بعيدة جدا من قدرة حكم المباراة. نهاية شوط المباراة الأول بهدف وحيد تقدم به في هذا الملعب. هنا الكرة ملعوبة على الجهة اليمنى، الانطلاقة العرضية لكن بعيدة. كاندا إبراهيم حماد وكذلك نوفاتوس. هنا الكرة الخطورة لكن ياسين بونو به ثالثة. هل تكون للهدف الثاني؟ حكيم زياش يتركها لأشرف حكيمي، قوية جدا لكن الكرة عدت إلى الخارج. الحين منتخب المغرب، يا سلام يا حكيم، جميلة، هي خطيرة، هي خطيرة، هي خطيرة للجول، هي خطيرة للجول. ثاني الأهداف يأتي من يوسف النصيري، لكن شوف البداية، تابع التمريرة الذكية التي كانت من حكيم زياش. حكيم زياش يفتح المشوار لهجمة خطيرة جدا للمنتخب المغربي، يسجل معها أسود الأطلس ثاني الأهداف. يا سلام على المنتخب المغربي. شوف اللقطة الماضية، تابع معنا الكرة الماضية، شوف حكيم، شوف حكيم، تابع حكيم زياش والرؤية. يا سلام على التمريرة يا زياش واللمسة ليوسف النصيري. كانت الكرة والعرضية من بلال، لكن البداية الصناعة تكتب لحكيم زياش، التمريرة الأهم تكتب لحكيم، التمريرة الأمثل والرؤية الذكية لحكيم زياش. بعدها يسجل يوسف النصيري بمساعدة المدافع مع المرور. الله الله يا سلام، والتصويبة ما زالت الخطورة، هي خطيرة ليوسف النصيري للثالث. حكيم كرة في الأخطر، أشرف حكيمي إلى حكيم زياش. حكيم يا سلام بنفس الطريقة، حكيم إلى أشرف، لكن التدخل هذه المرة والخطورة على مرمى ياسين بونو. الكرة عند سماتة يصوبها في حائط الصد، ما زالت للمنتخب. يا سلام من حكيم يرسل الكرة العرضية، حكيم زياش بعيدة هناك على القائم الثاني، يحاول الوصول إليها لا يجد الطريق إلى مرمى ياسين بونو، صعوبة كبيرة جدا في الوصول إلى مرمى ياسين. خطأ لصالح المنتخب التنزاني، كرة ملعوبة طويلة للأمام، نايف بتشتيت الكرة بالرأس. المنتخب التنزاني يخطف الكرة، يتقدم للأمام، حذاري من الأخطاء، حذاري حذاري من الأخطاء. يا سلام يا سايز. كشف برشلونة اليوم الاثنين، التشخيص النهائي لإصابة جافي نجم البارسا. وأصيب جافي خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو. وقال برشلونة في بيان رسمي: أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الاثنين لجافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بالإضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد. من جانبه قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: من المتوقع أن يغيب جافي بناء على التشخيص الجديد لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر. وفاز الماتادور على جورجيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا المقبلة التي تقام في ألمانيا. ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وكان قد ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة. وتوقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.